النهاردة هنعمل صينية جلاش بطريقة جديدة، ميكس كده بين الجلاش والبسبوسة. طعمها رهيب، مقرمشة من بره وناعمة من جوه، بتدوب في البق ده وبان. طريقة اعدادها سهلة جدا، ما بتاخدش وقت ولا مجهود. الحشوة بتاعتها كمان رهيبة بجد. طريقتنا النهاردة لو عملتوها مرة مش هتبطلوا تعملوها، وفي كل مرة هتبهركم وهتعجبكم. وتعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا، وهقول لكم انا عملت الجمال ده ازاي. اول حاجة هنبتدي نجهزها هي السيرب. هنجيب حلة وهنحط فيها كوباية مليانة من السكر وكوبايتين ونص من المية، وما تزودوش السكر عن كوباية، التحلية بتاعته كده مظبوطة جدا جدا. كمان هنضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا السايلة وعصرة نص ليمونة، وهنرفعهم على النار لغاية ما يغلوا، وبس كده بقى معانا السيروب جاهز. دلوقتي هنعمل الحشوة. هنستخدم كوباية كبيرة مليانة من دقيق البسبوسة او دقيق السيمولينا، اي كيس بسبوسة بيتباع في الماركت هناخد منه كوباية، وبعدين هنضيف عليها نص كوباية من جوز الهند، وكمان ممكن نضيف عليهم فول سوداني مجروش او مكسرات او اي حاجة. انا ما ضفتش بصراحة غير جوز هند وكانت زي الفل. هنقلبهم كويس وخلاص كده بقت الحشوة جاهزة معانا. كمان هنستخدم كمية من السمنة السايحة عشان ندهن بيها ورق الجلاش. ممكن تستخدموا سمنة او ميكس بين سمنة وزيت او زبدة وزيت. كمان معايا لفة من الجلاش انا خرجتها من الفريزر علشان تفك وتاخد درجة حرارة المطبخ. هنجيب الصينية اللي احنا هنستخدمها وهندهنها دهنة حلوة كده بالسمنة، وبعد ما هندهنها بالسمنه يعني ادهنوا الجوانب والقاع، يعني ادهنوا كل حته كويس قوي. بعدين عارفين كيس البسبوسه هناخد منه رشه بسيطه كده من دقيق البسبوسه، وهنرشها كده في قاع الصينيه علشان الجلاش يبقى لونه حلو ومظبوط من تحت، وكمان علشان ما يلزقش في الصينيه. هو كده كده مش هيلزق يعني ما تقلقوش، لكن رشه دقيق البسبوسه دي بتفرق. هناخد ورقة ورقة كده، هنبتدي بأول ورقة وهندهنها دهنة حلوة خالص كده بالسمنة السايحة. وانت بتدهني خلي صابعينك كده من فوق ماسكين ورقة الجلاش علشان ما تمشيش معاكي وانت بتدهنيها بالفرشة. ادهنوا كل حتة علشان ورقة الجلاش تبقى معاكم مورقة كده وجميلة، وعلشان لما نرش فيها الخلطة بتاعتنا دي الجميلة، حشوة اللي هي عبارة عن دقيق السيمولينا مع جوز الهند، علشان تمسك في الورقة. طالما احنا دهنينها كويس هتمسك فيها. بعدين هنبتدي نلفها بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده بالتبادل. عارفين زمان واحنا صغيرين كنا بنعمل ورق الكراريس والكتب زي المروحه كده، اكيد كلنا عملنا الطريقه دي صح؟ وبعدين هتبقى بالشكل ده عامله زي المروحه كده، وهنحطها في الصينيه اللي احنا هندخلها الفرن، وهنخليها كده يعني في جانب من الصينيه مش نايمه لا واقفه. هعمل معاكم ورقه تانية، انا هخلي اللفه قدامكم يعني قدام الكاميرا علشان اسهل عليكم الموضوع. زي ما اتفقنا هناخد ورقه الجلاش وهندهنها دهنه حلوه كده بالسمنه، وبعدين هنرش الحشوه الجميله اللي احنا عملناها بدقيق البسبوسه مع جوز الهند. رشوا رشه حلوه كده في كل، يعني وزعوها كويس في كل الجلاش، وبعدين هنطبقها زي ما انتم شايفين كده بالتبادل، طبقه فوق وطبقه تحت، فهتبقى بالشكل ده عامله زي البيانو. سووها كويس وخلوا الطبقات الى حد ما قد بعض علشان يبقى ارتفاع الجلاش كله قد بعضه. وبعدين هسويهم جنب بعض كده بايدي، وهكمل كل باقي الجلاش بنفس الطريقه. وزعوا الحشوه كويس قوي من جوه علشان تبقى متوزعه، ما تبقاش فيها حته تخينه وحته رفيعه. ويفضل تستخدموا صينيه تكون مربعه او مستطيله. انا استخدمت البايركس علشان اسهل عليكم الموضوع، عايزاكم تشوفوا الصينيه من كل الجوانب. تمام كده، انا رصيتهم كويس وطبطبت عليهم بايديا من فوق، وبعدين هديهم دهنه بسيطه كده من فوق بالسمنه علشان لما ادخلها الفرن تاخد اللون الجميل اللي بيكون ذهبي. ادهنوهم حلو كده من فوق، يعني هي دهنه بسيطه خالص. تمام كده خلاص، انا كنت مسخنه الفرن طبعا وهدخلها في فرن ساخن.
هقول لكم على درجة الحرارة اللي هتسووها فيها في اخر الفيديو. دلوقتي هنعمل التشريبة اللي هنسقي بيها الصينية بتاعتنا لما تخرج من الفرن. انا حطيت بيضة، وطالما حطيت بيضة لازم هضيف فانيليا، ضفت نص ملعقة فانيليا، وبعدين معايا كوباية او نص من الحليب هضيفها بالتدريج. يعني انا ضفت نص الكوباية وقلبت البيضة كويس، وبعدين هنضيف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ودي اللي هتديني هشاشة جميلة. وبعدين هكمل بقى باقي كوباية ونص من الحليب. تمام كده، مش هضيف اي حاجة تانية. الصينية بتاعتي دخلتها الفرن واخدت 10 دقايق بالظبط، لغاية ما حسيت ان هي خلاص اتشمعت والاطراف بتاعت الصينية بقت لونها يعني ذهبي شوية. 10 دقايق بالظبط على الرف العلوي. وبعدين هسقيها من التشريبة الجميلة اللي احنا عملناها دلوقتي بالحليب والبيض والبيكنج باودر. وهحاول احرك الصينية يمين وشمال وفوق وتحت كده علشان التشريبة تدخل في كل طبقات الجلاش. بعدين هدخلها بقى الفرن تاني لغاية ما تخرج لي باللون ده. هقول لكم انا سويتها ازاي. بصوا بقى، انا دخلتها على فرن ساخن على 180 درجة، خليتها في الرف العلوي حوالي 10 دقايق. ولما حسيت ان الاطراف بتاعتها بقت ذهبي، او لما ابتدت طبقات الجلاش تبقى متشمعة، خرجتها من الفرن وهي سخنة، سقيتها التشريبة، وبعدين دخلتها الفرن تاني برضو على اعلى رف في الفرن اللي هو العلوي خالص علشان ما تتلسعش من تحت، وسبتها حوالي تلت ساعة. يعني التوتال هتاخد معاكم في الفرن كل التسوية نص ساعة. في اخر 5 دقايق انا ولعت الشوايه علشان تاخد اللون الجميل اللي قدامكم ده. وبعد ما خرجت من الفرن هسقيها فورا وهي سخنه بالسيرب وهو بارد، يعني الصينيه سخنه والسيرب بارد. وبعدين هقطعها في النص كده مربعات علشان السيرب برضو يدخل في اعماق المربعات دي ويدخل في نص الصينيه، يعني ما تبقاش متشربه في الجوانب بس، لكن في النص برضو لازم تتسقي. فلما اقطعها مربعات واكمل تسقيتها كده بالسيرب، تاكدوا ان كل السيرب هيدخل في اعماق الصينيه ويتغلغل في كل الطبقات، وتطلع لكم بقى جميله ومورقه ودايبه وناعمه. انا ما غطيتهاش ولا حاجه علشان انا بحب تكون مقرمشه من فوق. بصوا بقى الجوانب، انا حبيت اوريها لكم بالسباتيولا، هي مش لازقه خالص، يعني انتوا لو ميلتوا الصينيه كده هتنزل معاكم قطعه واحده. بصوا بقى لما ارفعها من الصينيه بتطلع لي مكعب كامل كده. انا استنيت 5 دقايق بالظبط وطلعتها من الصينيه علشان اتاكد ان هي شربت كل السيرب. هقطعها معاكم دلوقتي وهوريكم جمال الطبقات. شايفين الحلاوه والجمال؟ بجد بجد الطريقه دي تحفه تحفه تحفه. شايفين؟ بصوا بقى الصينيه ولا بتلزق ولا بتفرول ولا بتتفتفت ولا اي حاجه، هي متماسكه زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت يعني مورقه وطريه وجوسي من جوه، مش معجنه ومش تخينه ولا تقيله خالص. يعني انا عايزه اقول لكم والله التصوير ظالم. الصينيه جميله جدا جدا من جوه، ناعمه جدا جدا. يعني عارفين البسبوسه لما بتكون مرمله كده وطريه بالظبط كده حرفيا. شايفين طبقات الجلاش اكننا يعني كنا لفينها صوابع، بس احنا ولا خدنا وقت ولا مجهود ولا صوابع ولا اي حاجه، اتلفت معايا، ما خدتش معايا بجد 10 دقايق، ما كملتش 10 دقايق. بتمنى من كل قلبي وصفتنا النهارده بجد تكون عجبتكم، جربوها على ضمانتي بجد هتنبهروا بيها. تصلح للحفلات واعياد الميلاد، وتصلح كتحليه او فطار حلوه كده في ساعه مغربيه مع كوبايه شاي، هتبقى حلوه جدا جدا. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رايكم في الكومنتات وتعملوا لايك وشير للفيديو، علشان انا محتاجه التفاعل بتاعكم جدا جدا في الصفحه وعلى القناه، علشان الفيديوهات بتاعتي توصل لكم لازم تتفاعلوا معاها، يعني لايك او كومنت. ميرسي قوي ليكم.